تفتكروا ليه الناس بتسافر تايلاند؟ يمكن علشان هي من اسهل الدول اللي ممكن تحصل فيها على الفيزا بتاعتها بكل سهولة، والدخول لمعظم الشواطئ بتاعتها بيكون مجانا، وكمان هي فيها ارخص الاكلات. اكل هناك رخيص جدا. زي ما انتم شايفين هو الاكل بتاعها مختلف طبعا عن الاكل العربي اللي احنا متعودين عليه، ولكن برضو هو رخيص، ولازم تتأكدوا ان هو حلال ولا لا. كمان عايزة اقول ان الانتقالات بتاعتها يعني حلوة قوي، زي مثلا انك ممكن تنتقل من جزيرة لجزيرة عن طريق قوارب كده، بتكون ب2 دولار او ب3 دولار، سعرها مش غالي خالص زي ما انتم شايفين. هنا ده طبعا اشهر مكان في تايلاند. تايلاند فعلا متنوعة جدا، فيها سياحة السفاري والسياحة العلاجية، مشهورين بالمعابد، كمان السبا والمساج العلاجي طبعا هناك. الطبيعة هناك روعة بصراحة. كمان هما في اكتيفيتيز كتير عندهم زي السنوركلينج والدايفنج بسبب شفافية المية. وفعلا هو شعبهم جميل جدا ومتعودين على استقبال السياح، وعندهم ابلكيشنز كتير زي اوبر وغيرها ممكن تستخدموهم للانتقالات. احسن حاجة ان عندهم الحياة الليلية موجودة بشكل كبير، يعني زي مصر كده اللي هو ما عندهمش حاجة اسمها الدنيا بتقفل بالليل، خاصة في بانكوك. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو حابين تسألوا عن اي حاجة تخص الفيزا بتاعت تايلاند ممكن تسألوني في التعليقات.